السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ رمضان كريم عليكم وكل سنة وانتم طيبين. هنعمل مع بعض الزلابية وهنشوف ازاي هتاخد معانا اللون الذهبي الحلو ده والقرمشة اللي كلنا بنحبها. اول حاجة هنبدأ بالسيرب بتاعها اللي هو الشربات، ومعاه كوبايتين من السكر. الشربات بتاعها طبعا بيكون تقيل. كوبايتين من السكر وكوباية من المية، وبعدين احطهم على النار. اول ما يبتدوا ان هم يغلوا احط رشة كده من ملح الليمون، وهبتدي على طول اعمل العجينة بتاعتها. معايا 3 كوبايات من الدقيق. بعد ما حطينا الدقيق هبتدي ان انا احط معلقتين كبار من النشا، وبرضو معلقتين كبار من الكاستر. ممكن تستبدلي الكاستر ب4 معالق من النشا، براحتك خالص زي ما تحبي. النشا هيديله القرمشة الحلوة اللي احنا بنحبها، والكاستر هيديله اللون الذهبي الحلو. حطيت كده معلقة كبيرة من الخميرة، ونص معلقة كده من الملح، ومعلقة من الفانيليا. وللأمانة يا جماعة أنا المفروض كنت حطيت نص معلقة من السكر أو معلقة، و3 معالق من الزيت، بس أنا نسيت خالص. انتي بقى بيعملي كده مفيش مشاكل خالص. هقلب كله كده مع بعضه بالشكل ده. ودلوقتي هبتدي ان انا احط المية. هتاخد معايا كده حوالي كوبايتين ونص من المية. احط كده المية، وبعدين هبتدي ان انا اقلب كده مع بعضه بسباتيولا بالشكل ده. حطيت نص كوباية المية التانية. العجينة بتاعتها لا بتكون سايلة قوي ولا بتكون تقيلة قوي. دلوقتي هخبطها كده خبطتين كده جامدين كده زي ما انتوا شايفين كده اهو. هتقعدي تخبطي فيها كده اهو عشان تفك من اي حاجة. هي بسم الله ما شاء الله يعني مليانة فقط. وهسيبها لمدة ساعة او ساعة ونص، وهي كده خلاص خمرت معانا بالشكل ده. بسم الله ما شاء الله. هتبتدي بايدك كده وتخبطيها خبطتين كده علشان تهبط معاكي وترجع تاني زي ما كانت كده اهو بالشكل ده. وبعدين هتجيبي كيس كده هحطه في كوباية كده بالشكل ده كده، وبعدين هاخد من العجينة اللي احنا عملناها بالشكل ده كده. وزي ما انت حابة تعمليها، يعني ممكن تحطيها في ازازة وتفتحي الغطية بتاعت الازازة وتعملي بيها، وممكن ان انت تعمليها بالقمع بتاع الزلابية. هطلع بايدي كده اي هوا يكون في الكيس. هجيب معلقة كده واحط في طبق كده شوية من الزيت، وهاخد كده بالكيس اللي احنا عبيناه بالعجينة، وهحط كده في الطاسة. الزيت طبعا مغلي قبل كده وخليته هدي شوية، وبعدين رجعته على النار تاني علشان ميكونش سخن قوي بصفاية سلك كده. وهبدأ ان انا اعمل فيهم كده بالشكل ده علشان كلهم ياخدوا لون واحد. بعدين احطهم في الشربات كده او السيرب بتاعنا التقيل اللي احنا عملناه، سيرب تقيل بارد. وهقلبهم كده بالراحة خالص. لو حابة ترشي سكر بودرة، اي حاجة انت حباها، سواء سيرب او سكر بودرة اللي انت موجود عندك وحابة تعمليه على السريع. بيكون الفيديو عجبكم، متنسوش تشتركوا في القناة، تعملوا لايك علشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.